السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلاب تانية إعدادي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبصحة وعافية ان شاء الله. معادنا النهاردة في أول فيديو لحل أسئلة كتاب الأضواء. طبعا نزل لحضرتك الحصة الأولى فيها الدرس الأول كامل. حضرتك بقى عايز تجزأه، عايز تتفرج عليه على أجزاء، عايز تاخده كامل براحتك، بس أنا نزلته كامل. تمام. وزي ما وعدتكم إن شاء الله هينزل ورا كل حصة هينزل وراها الحل بتاعها. احنا شغالين زي ما فهمت حضرتك من كتاب الامتحان، فهينزل ورا كل درس حل كتاب الأضواء. طب اشمعنى الكتابين دول يا مستر؟ قلت لك علشان الكتابين دول هم اشهر كتابين موجودين عندك، فعشان تبقى لميت انت في الواجب الاسئله بتاعتك بتاعت كتاب الامتحان، وانا هحل معاك اسئله كتاب الاضواء ده، غير ان في اسئله خارجيه هجيبها لحضرتك برضه عشان نحلها سوا في فيديوهات مع بعض. بس كل اللي طالبه مع حضرتك ان انت تواظب معايا وتحل معايا اول باول وتذاكر معايا اول باول. طبعا الامتحان تمام هيجيلك من الكتب بتاعتك ديت. الكتاب الامتحان عندك مهم جدا، فانت بتحل منه الواجب. طب يا مستر انا في سؤال مش عارفه، في سؤال صعب عليا، عندك تحت في الديسكريبشن عندك لينك بتاع جروب الفيس، ده الجروب بتاع حضراتكم، ده اللي انتوا بتبقوا عايزين تنزلوا عليه اي سؤال وانا بجاوبكم عليه بنفسي. يعني انا اللي بجاوب على حضرتك بنفسي مش اي حد تاني. اتفقنا؟ اتفقنا. طيب يلا بينا كده نبدأ بسم الله في الدرس الأول عندنا. مش عايز أطول عليك في المقدمة علشان أنا عارفك بتزهق بسرعة، فتعالى كده نبدأ كده في الأسئلة ونشوف الدرس الأول الأسئلة بتاعته عاملة إزاي. قال لي أول درس كان بيكلمني عن حالات المادة وخصائصها. عرفنا إن المادة بتوجد في 3 حالات، وإن أنا ممكن أغير من صورة إلى أخرى، وعرفت كمان ال3 خواص اللي هما الانتشار والانسياب والانضغاط، وعرفت الخواص بتاعتهم وإيه اللي شكله بيتغير وإيه اللي شكله ثابت والكلام ده كله. تعالى بقى نطبق على الكلام اللي قلنا دوت كله في الحصة. سمي الله معايا كده ونشوف أول سؤال بيقول لي إيه. بيقول لي المواد التي يتغير شكلها وحجمها حسب الإناء الموضوع فيه. هوب، بص أول سؤال هتلاقي واحد على طول هوب بيجري على الإجابة رقم د، يقول لك دي بيتغير على طول. يلا هوب، السوائل والغازات. ما أنا المستر قال لي حاجة اسمها المواقع، بس ركز، بيقول لك بيتغير الشكل والحجم الاتنين، يعني بيتغير الاتنين، قابلية الانضغاط والخاصية التانية. تمام، فالاتنين بيتغيروا، اللي هو الشكل والحجم. الشكل والحجم اللي هي بتاعت الانسياب والانضغاط، دي اللي مسؤولة عن الشكل ودي اللي مسؤولة عن الحجم، فالاتنين بيتغيروا. يبقى الاتنين بيتغيروا في انهي حالة؟ قال لي الاتنين بيتغيروا في حالة الغازية. يبقى الإجابة رقم ب. السؤال رقم 2 بيقول لي كل مما يلي من المواد التي يتغير شكلها عند نقلها من إناء لآخر ما عدا. طيب تعال نبص على الاختيارات. بيقول لي زيت الطعام. زيت الطعام دي مش ماده سائله، يبقى شكلها بيتغير ولا بيتغيرش؟ بيتغير. طب الخل بيتغير، الهواء الجوي بيتغير، ما هو غاز. قال لي الحاجه الوحيده اللي ما بتتغيرش وهي الخشب، اللي هو الحاله الصلبه بتاعتي. يبقى الاجابه رقم د هي الاجابه الصحيحه. طيب خش على رقم 3. بيقول لي كل مما يلي من خصائص المواد الصلبه. كل مما يلي من خصائص المواد الصلبه ما عدا. قال لي حجمها ثابت. مواد حجمها ثابت. طيب القابلية للانسياب ولا الشكل المحدد ولا عدم القابلية للانضغاط؟ طيب بص كده معايا. قال لي هل المادة الصلبة بتنساب؟ لا ما بتنسبش، يبقى هي الإجابة ديت الصحيحة رقم ب. يبقى كل الخصائص دي من خصائص المادة الصلبة ما عدا الإجابة رقم ب اللي هي القابلية للانسياب. خش معايا على السؤال رقم 4. بيقول لي المادة التي لها شكل ثابت وحجم محدد. المادة التي لها شكل ثابت وحجم محدد، قال لي هي المادة الصلبة معروفة، يبقى الإجابة رقم ألف. طيب خش على رقم 5. قال لي تصنف المواد إلى 3 حالات شائعة تبعا لإيه؟ قال لي تبعا للتفاعلات الكيميائية ولا الخصائص الفيزيائية ولا الكتلة ولا لونها الخارجي؟ قال لي لا، أنا بخصص المادة على حسب حالتها الفيزيائية. يبقى الإجابة رقم ب هي الإجابة الصحيحة. طيب من رقم 6. من أوجه التشابه بين السوائل والغازات إيه هي؟ السوائل والغازات تعال نشوف. قال لي الشكل الثابت. هل شكلهم ثابت؟ لا. طب حجمهم ثابت؟ برضو لا. قال لي كلاهما من المواقع تنفع. القابلية للانضغاط عندي في واحدة بتنضغط وواحدة لا تنضغط، يبقى الإجابة الأصح في كل الإجابات دي الإجابة رقم ج كلاهما من المواقع. عندي رقم 7. عند سكب الزيت من زجاجة إلى أخرى هذا يدل على إيه؟ طيب انتشار الزيت. هل الزيت بينتشر؟ لا. قابلية الانضغاط؟ لا. تغير الكتلة؟ برضو لا. يبقى أدى إن هو بيدل على انسياب المادة، بيدل على انسياب المادة. رقم 8. أي المواد التالية تغير حجمها بزيادة الضغط الواقع عليه؟ أي المواد التالية تتغير بزيادة الضغط الواقع عليه؟ قال لي هل
المادة السائلة بتنضغط؟ لا. طب هل الحديد اللي هي المادة الصلبة بتنضغط؟ لا. طب هل الفحم ما ده مادة صلبة برضه بتنضغط؟ لا. قال لي المادة الوحيدة اللي بتنضغط اللي هي الهيليوم اللي هي الغازية. رقم 9، الخاصية المشتركة بين الحديد والنحاس والزجاج. الحديد والنحاس والزجاج، الثلاث مواد اللي قدامك اللي هو كاتبهم لك في المثال دول، الثلاث مواد مواد صلبة. طيب شكلهم محدد تنفع. توصيل كهربي؟ لا. في بيوصل وفي لا منهم. انجذاب المغناطيس؟ في واحد حاجات بتنجذب وحاجات لا، على حسب المنهج اللي اخدناه في اولى اعدادي السنة اللي فاتت. طيب الإجابة الأخيرة القابلية للانضغاط، ده كلهم مواد صلبة يعني ولا مادة فيهم بتنضغط. يبقى الحاجة الوحيدة اللي مشتركة ما بينهم هي الشكل المحدد. هي إيه؟ الشكل المحدد. طيب أي المواد التالية لها قابلية للانسياب والانضغاط بصورة كبيرة، يعني بتنساب وبتنضغط؟ قال لي زيت الطعام. زيت الطعام ده مادة سائلة بتنساب بس لا تنضغط. طب الغازات تنفع الاثنين. المية مادة سائلة؟ لا برضه. البلاستيك مادة صلبة؟ لا برضه. يبقى الإجابة الوحيدة الصحيحة هي الإجابة رقم ب، الغازات. رقم 11، الماء والأكسجين والحديد مواد مختلفة. مواد مختلفة تتشابه في أنها إيه؟ قال لي الماء والأكسجين والحديد مادة سائلة ومادة غازية ومادة صلبة. تمام. قال لي لها شكل محدد؟ لا. طيب لا يمكن رؤيتها؟ لا برضو. لها كتلة؟ ممكن تنفع. طب قابلية للانضغاط؟ لا، ده فيهم حاجات بتنضغط وحاجات لا. يبقى الإجابة الوحيدة اللي تنفع هنا إن هما التلاتة ليهم كتلة. افتكر معايا تعريف المادة، هي كل ما له كتلة وحجم ويشغل حيز من الفراغ. طيب التلاتة دولت ليهم كتلة وحجم وبيشغلوا حيز من الفراغ، يبقى هي لها كتلة. رقم 12 بيقول لي في الشكل المقابل أي مما يلي يعبر عن المادة الموجودة داخل إطار السيارة. طيب أنا عندي دلوقتي أنا عارف إن العربية بتتملى بالهواء، تمام؟ عجلة العربية بتتملى بالهواء. طيب هل لها شكل ثابت وحجم ثابت؟ الهواء ده مادة، ما مادة غازية. طيب برافو عليك، مادة غازية. هل لها شكل ثابت وحجم ثابت؟ لا. طيب قابلة للانضغاط بسهولة؟ تنفع. غير قابلة للانسياب؟ غلط، ما هي بتنساب. طب لها حجم محدد وتأخذ شكل الإطار؟ قال لي برضو رقم د تنفع. رقم د تنفع. طيب يبقى الإجابة الصحيحة والأصح إن هي بتنضغط بسهولة. تنضغط بسهولة. تمام. هل لها حجم محدد أو تأخذ شكل الإطار؟ تنفع، بس الإجابة الأصح هنا هي قابلية للانضغاط بسهولة. بتنضغط بسهولة. ليه؟ لأن هي جوه الكاوتش، فالكاوتش ده ضاغط على الأرض، فما بين الكاوتش وما بين الأرض في الهواء اللي بيبقى جوه الكاوتش دوت، صح كده؟ فده ممكن العربية تنضغط. ما ضغط العربية كله فين؟ على العجل، صح ولا غلط؟ طيب يبقى الإجابة الصحيحة هي رقم ب. رقم 13، أي مما يلي يعبر عما يحدث داخل الزجاجة. طيب تعال نشوف. قال لي بص الازازه كانت مليانه وانا مسكت الازازه ديت طبقتها بايدي. جميل جميل. قال لي انضغاط الهواء؟ تنفع. انتشار الهواء؟ لا. زياده حجم الهواء؟ لا. انسياب الهواء؟ لا. يبقى الاجابه الصحيحه هي رقم الف. رقم كام؟ رقم الف اللي هي انضغاط الهواء. الهواء ممكن ان ينضغط لانه ماده غازيه. رقم 14، ما الذي يفسر قدره الغازات على الانتشار الانتشار السريع؟ ايه اللي بيخلي الغازات تنتشر بسرعه؟ قوه تجاذب قويه. هل قوه تجاذب قويه ما بينها فده هيخليها تنتشر؟ الاجابه غلط. طب كتله الجسيمات الكبيره؟ برضو غلط. المسافات اللي ما بينيه ما بينها صغيره ولا كبيره؟ المفروض كبيره. يبقى الاجابه الصحيحه هنا هي رقم ج وهي الحركه العشوائيه. رقم 15، ينتشر مسحوق برمنجانات البوتاسيوم بشكل أسرع. مسحوق برمنجانات البوتاسيوم بشكل أسرع، تمام، عند وضعه في كوب من الماء درجة حرارته إيه؟ قال لي بص هو كلما زادت درجة الحرارة تزداد خاصية الانتشار بتاعتها. يبقى عندي مين أكبر درجة حرارة هنا؟ آخر واحدة اللي هي د، اللي هي د. طيب رقم 16، أي الخصائص التالية تستخدم للتمييز بين الغازات والسوائل؟ طيب ركز معايا، أنا عايز حاجة تقدر تبين لي إيه هي الفرق ما بين الغازات وما بين السوائل. قال لي الكتلة. طب ما أنا عارف إن الاتنين ليهم كتلة. طب قابلية الانضغاط، عندي واحدة بتنضغط وواحدة لأ، ممكن تنفع. طب الشكل ما هو الاتنين الحاجة اللي بيتحطوا فيها بياخدوا الشكل بتاعها، فمش هعرف أميز بينهم. طب اللون مش هعرف برضو اميز بيه، مش هعرف اميز بيه. يبقى الاجابه الصحيحه هي قابليه الانضغاط. ليش معنى دي يا مستر؟ قال لي عشان في واحده بتنضغط وواحده لا. اتفقنا.
تعال نخش على السؤال رقم 2. بيقول لي أكمل العبارات الآتية. المادة كلما له نقط ويشغل حيز من الفراغ. قال لي كلما له كتلة، كلما له كتلة. مش هعرف أكتب لك هنا للأسف على اللاب، فأنت إيه اكتبها معايا واعرفها. قال لي طب رقم 2، تصنف المواد وفقا لحالتها الغازية إلى نقط حالات شائعة. كم حالة؟ كم حالة افتكر؟ 3: صلبة وسائلة وغازية. تمام، ده لو جابها لك أكمل. طب لو جابها لك بقى اختيارات وحط لك 4، اختار 4. ليه؟ لأن أنا عندي حالة رابعة اسمها حالة البلازما. حالة إيه؟ البلازما. طيب رقم 3، المواد نقط ونقط يتغير شكلها عند من إناء إلى آخر، بينما المواد نقط لها شكل محدد. قال لي المادة السائلة والغازية اللي هم اسمهم موائع دول اللي بيتغير شكلها، أما المادة الصلبة لها شكل محدد لا يتغير. طيب رقم 4، تصنف نقط ونقط كمجموعة واحدة تعرف بالموائع. لسه قايلها لك في السؤال اللي قبل كده، السوائل والغازات. طيب 5، تنتقل دقائق المادة من منطقة ذات التركيز نقط إلى منطقة ذات التركيز نقط. خاصية الانتشار، افتكر معايا، خاصية الانتشار بتنتقل من المكان اللي فيه تركيز أقل إلى المكان اللي فيه تركيز أعلى. رقم 7، سرعة الجزيئات الأقل كتلة نقط من سرعة الجزيئات الأكبر كتلة. يعني إيه السؤال ده؟ أنا مش فاهم يا مستر معنى السؤال. قال لي إن سرعة الجزيئات القليلة في الكتلة، تمام، تعتبر ايه بالنسبه لسرعه الجزيئات الاكبر في الكتله؟ قال لي اسرع منها طبعا، اكبر منها. سرعه الجزيئات الاقل في الكتله، ما الكتله دي بتاثر على السرعه لو كتلتها تقيله. انا لو عندي دلوقتي سباق ما بين واحد تخين وواحد رفيع، مين اللي هيكسب؟ طبيعي الرفيع. ليه؟ لان الرفيع حركته اسرع. تمام، فهنا اللي عنده كتله اقل هو اللي هيكون اسرع. رقم 8، المواد نقط لها قابليه للانسياب والانضغاط. ركز بقى، بينما نقط ليس لها قابليه للانسياب. طيب لها قابلية للانسياب فقط. قال لي عندي المواد نقط لها قابلية للانسياب والانضغاط، بينما المواد نقط لها قابلية الانسياب فقط. هو ايه الوحيد الحاجة اللي بتنساب فقط؟ افتكر معايا، المادة الغازية بتنساب وبتنضغط. طيب المواد اللي هي الصلبة هل بتنساب؟ لا. طب السائلة بتنساب. يبقى انا عندي الغازية تمام والسائلة بتنساب. جميل جميل. قال لي طيب بينما المادة الصلبة لا تنضغط ولا تنساب، لا تنضغط ولا تنساب. تمام تمام. قال لي يبقى الإجابة هنا يا مستر؟ قال لي يبقى الإجابة هنا المواد الغازية لها قابلية الانسياب والانضغاط، ما بتنساب وبتنضغط. أما المواد السائلة لها قابلية الانسياب فقط، لها قابلية الانسياب فقط. طيب رقم 9، المواد الصلبة لها شكل نقط ولا يتغير حجمها عند نقلها من إلى آخر، لها شكل ثابت، شكلها ثابت لا يتغير. رقم 10، يختلف انسياب السوائل حسب ايه؟ افتكر كده المثال اللي قلته لك في الحصة. تمام، قلت لك انا لو عندي شوية عسل وشوية مية، مش الاتنين سوائل، كوب ده وكوب ده. حتى عملت لك في الحصة قلت لك عقبال بقى ما العسل يعمل اخش ايه؟ انام شوية. طيب يبقى بيختلف على حاجة اسمها اللزوجة، حاجة اسمها اللزوجة. طيب رقم 11، المواد نقط لها قابلية للانضغاط ويتغير نقط بزيادة الضغط الواقع عليها. هي ايه المادة اللي لها قابلية للانضغاط؟ المادة الغازية. ويتغير ايه؟ يتغير حجمها. يتغير ايه؟ حجمها. زي ما قلت لك مثال بتاع الإبرة. تمام، هات الإبرة واسحب فيها شوية هواء وكب واضغط عليها كده بالمكبس اللي فوق، هتلاقي ان هي بتنضغط والحجم بتاعها ايه؟ بيقل بيتغير الحجم بتاعها. رقم 12، إذا سقطت نقطة برمنجانات بوتاسيوم في ماء ساكن فتلون الماء تدريجيا، فهذا يدل على خاصية، طبعا معروفة سؤال سهل، خاصية الانتشار. خش على السؤال الثالث. بيقول لي ضع علامة صح أو علامة غلط حسب العبارة اللي عندنا. يختلف انسياب السوائل حسب اللزوجة، يبقى الإجابة صح. تصنف المواد الصلبة والسائلة كمجموعة واحدة، هي الصلبة والسائلة ولا الصلبة والغازية؟ الصلبة والغازية، يبقى الإجابة رقم 2 السؤال غلط. يتغير شكل وحجم المواد السائلة عند نقلها من إناء إلى آخر. خلي بالك، المادة السائلة هيتغير شكلها وحجمها من إناء إلى آخر ولا لأ؟ قال لي لأ، لأن إيه اللي هيتغير يا مستر؟ قال لي هيتغير الشكل بس، أما الحجم بتاعها ثابت. الحجم بتاعها ثابت ليه؟ لأنها غير قابلة للانضغاط. تمام، فإيه اللي هيتغير بتاعها؟ قال لي هيتغير بس فقط شكلها، بتتغير على حسب الإناء اللي موضوعة فيه. رقم 4، المواد الصلبة قابلة للانضغاط بسهولة. الإجابة طبعا غلط. تصنف المواد إلى 3 حالات شائعة وفقا للتفاعلات الكيميائية. ركز، وفقا للتفاعلات الكيميائية. قلت لك بتتكون من كم مادة؟ 4 مواد: بلازما، مادة سائلة، مادة صلبة، مادة غازية.
رقم 6، الحديد والزيت من المواد التي لا قدرة على الانسياب والانتشار بسرعة. طيب انا معاك في اول نص الجمله اللي هو الحد الانسياب، هل الماده الحديد والزيت بينتشروا؟ لا، يبقى الاجابه غلط. رقم 7، تتشابه الغازات مع السوائل في ان كليتهما قابله للانسياب. الغازات مع السوائل انهم قابله للانسياب صح، ويتغير شكلها حسب الاناء الحاوي لها، يبقى الاجابه صح. رقم 8، تتميز الغازات الاقل كتله بسرعه الانتشار. الاجابه طبعا صح، لان ايه؟ هتتغير السرعه. رقم 9، اختلاف قوى الترابط بين الجزيئات يؤدي الى اختلاف خواص الماده. اختلاف قوى الترابط بين الجزيئات يؤدي الى اختلاف خواص الماده. طبعا بتختلف، ليه؟ لان انا لو عندي الجزيئات القوى الترابط بتاعتها قويه فهتبقى عندي ماده صلبه، لو هي متوسطه فهتبقى ماده سائله، لو هي بعيدة أو كبيرة نسبيا تمام هتبقى المادة غازية. يبقى الإجابة الأخيرة صح، تختلف حسب خواص المادة، يختلف حسب طبعا قوة الترابط. طيب رقم 4، اكتب المصطلح العلمي. بيقول لي هنا كل ما له كتلة ويشغل حيز، دي طبعا تعريف المادة. رقم 2، مواد لها حجم محدد ويتغير شكلها من إناء لآخر. ركز، هل هنا أقول له المواد السائلة بس ولا أقول له المواقع؟ قال لي بص، هو قال لك بيتغير شكلها من إناء إلى آخر ولها حجم محدد، لها حجم محدد، يبقى هنا قصده على المواد السائلة. مواد لها شكل ثابت ولا يتغير حجمها عند نقلها من مكان لآخر، المواد الغازية. المواد الغازية. طيب خش معايا السؤال رقم 3، بيقول لي مواد لها شكل ثابت ولا يتغير حجمها. لا يتغير حجمها على طول اعرف ان هي المواد الصلبة. طيب 4، مواد لها قابلية الانتشار والانضغاط. الاتنين اللي بينتشر وبينضغط الاتنين المواد الغازية. رقم 5، مواد قابلة للانسياب ويتغير شكلها حسب الإناء الواقع فيه، اللي هي المواد السائلة. ممكن السؤال دوت برضه مواد قابلة للانسياب ويتغير شكلها يبقى المواد السائلة. طيب رقم 5، علل لما يأتي. يتغير حجم الهواء داخل بالونة عند الضغط عليه. قال لي لأن الهواء دوت يعتبر مادة سائلة. مادة إيه؟ سائلة. وأنا أخدت من الخصائص تمام إن المواد السائلة المواد خش معايا بعد كده على السؤال رقم 5 اللي هو علل لما يأتي. يتغير حجم الهواء داخل بالونة عند الضغط عليها. ليه؟ قال لي لأن الهواء دوت مادة غازية. الهواء مادة غازية فيتغير شكلها وحجمها بسبب الضغط الواقع عليها. طب ليه بيتغير؟ قال لي بيتغير عشان المسافات البينية ما بينها كبيرة، وقوة الترابط كمان مالها قوة ترابط مش كبيرة أوي، صغيرة صح؟ ما فيش بينها قوة ترابط، يعتبر قلنا تكاد تكون منعدمة. رقم 2، تصنف السوائل والغازات كمجموعة واحدة تعرف بالموائع. قلت لك السؤال ده أول ما يجي لك ومهم مهم. قال لي تصنف السوائل والغازات كمجموعة واحدة وتسمى بالموائع. قال لي لأنها مادة تتغير شكلها حسب الإناء الموضوعة فيه فسميتها بالموائع. رقم 3، لا يتغير شكل قطعة من النحاس عند نقلها من مكان إلى آخر. قال لي لأن قطعة النحاس ديت مادة إيه؟ مادة صلبة. قطعة النحاس دي مادة صلبة لا يتغير شكلها بتغير الإناء، فلا هي كده غير قابلة للانسياب. انتشار رائحة العطر في غرفة مغلقة بسرعة. قال لي بص، رائحة العطر ديت بتنتشر ليه بسرعة؟ قال لي لأن العطر دوت مادة غازية، وأنا عارف إن المادة الغازية بتنتشر بسرعة، لها قدرة على الانتشار بسرعة. ليه؟ بسبب طاقة حركتها، إن هي عندها طاقة حركة كبيرة. تمام؟ طاقة حركتها كبيرة فبتتحرك حركة عشوائية في جميع الاتجاهات، فعشان كده بتنتشر بسرعة. 5، ينتشر لون برمنجانات البوتاسيوم في الماء الساخن أسرع من الماء البارد. ليه السؤال دوت؟ قال لي لأن هنا عندي عرفت إن خاصية الانتشار بتزداد بزيادة درجة الحرارة، فكلما زادت درجة الحرارة زادت سرعة الانتشار، فبالتالي إن هو هينتشر في المية السخنة أسرع من المية الباردة. رقم 6، يمكن للغازات أن تملأ أي حيز توجد فيه. ليه؟ قال لي لأن الغازات ليس لها حجم ثابت. تمام؟ طيب تعالى كده رقم 6، ماذا يحدث
ماذا يحدث عند، يعني ايه اللي هيحصل لو حصل الحاجه من دي؟ قال لي نقل كميه من الماء من اناء الى اخر. نقلت مجموعه من الميه او جزء من الميه من اناء الى اخر. قال لي ستأخذ الميه شكل الاناء الموضوعه فيه. ليه؟ لانها قابله للانسياب، لانها من المواد السائله. ترك زجاجة عطر مفتوحة في الغرفة. قال لي ينتشر العطر في جميع أنحاء الغرفة. ليه؟ قال لي لأن العطر دوت مادة سائلة، مادة سائلة، تمام؟ فهي قابلة للانتشار، قابلة للانتشار. طيب الضغط على كمية من غاز داخل إناء مغلق. أنا دلوقتي عندي إناء مقفول وضغطت عليه، إيه اللي هيحصل؟ قال لي يقل حجم الغاز، يقل حجم الغاز نتيجة للانضغاط دوت. أنا عندي زي ما قلت لك من شوية المثال بتاع الإزازة، تمام؟ لو أنا ضغطت عليها قال لي هيقل الحجم بسبب الضغط الواقع عليها. رقم 4، إضافة مسحوق برمنجانات البوتاسيوم إلى الماء. إيه اللي هيحصل؟ قال لي ينتشر المسحوق ده في المية، ينتشر المسحوق ده في المية. رقم 5، تساوي تركيز المادة في كل أجزاء الإناء. تساوي تركيز المادة في كل أجزاء الإناء. قال لي ليه؟ قال لي بسبب إن أنا عندي المادة ديت، تمام؟ التركيز بتاعها بينتشر من المكان الأعلى من المكان الأعلى في التركيز إلى المكان الأقل في التركيز. يبقى هي بتنتقل من المكان الأعلى في التركيز إلى المكان الأقل في التركيز، ودي خاصية الانتشار. رقم 6، زيادة درجة حرارة الوسط بالنسبة لسرعة انتشار. قال لي أنا عرفت خلاص بقى إن كلما زادت درجة الحرارة تزداد سرعة الانتشار. رقم 7، قارن بين المواد الصلبة والمواد السائلة من حيث الانسياب وقابلية الانتشار. واحدة واحدة. المادة الصلبة لا بتنتشر ولا بتنساب. جميل. طب المادة السائلة؟ قال لي المادة السائلة ديت مالها؟ بتنساب، تمام، ولا تنتشر. تنساب ولا تنتشر، تمام. طيب بس لا، هي لا تنتشر، بس لو هو قال لك زي ما قايل لك هنا في السؤال الانتشار خلالها، قال لي الماده الصلبه كده كده مفيش منها حاجه، تمام. اما الماده السائله طب ما ينفع ننتشر خلالها، ينفع، صح زي مسحوق برمنجانات البوتاسيوم في الميه، يبقى ينفع ان هو ينتشر خلالها، يبقى قابليه الانتشار عندها تنفع. المواد الصلبه والمواد السائله من حيث الشكل والحجم. المواد الصلبه والمواد السائله من حيث الشكل والحجم. بص بقى، عندي المادة الصلبة شكلها ثابت وحجمها كمان ثابت، يبقى غير قابلة للانضغاط وغير قابلة للانسياب. جميل. أما المادة السائلة قال لي شكلها متغير حسب الإناء اللي بتتحط فيه، أما المادة السائلة الحجم بتاعها ماله؟ الحجم بتاعها برضو ثابت، ليه يا مستر؟ قال لي لأن المادة السائلة غير قابلة للانضغاط، وأي مادة غير قابلة للانضغاط الحجم بتاعها بيبقى ثابت. رقم 3، المواد السائلة والمواد الغازية من حيث الانتشار والانضغاط. قال لي المادة السائلة بتنساب والمادة الغازية برضو بتنساب، تمام. طيب أنا هجيب لك بقى ال3 خواص مرة واحدة. طيب تعال نخش على الانضغاط. قال لي المادة السائلة لا تنضغط، اما الغاز بتنضغط. طب قابلية الانتشار؟ قال لي بتنتشر في المادة السائلة وبتنتشر في المادة الغازية او الحالة الغازية، بتنتشر في الحالتين. اتفقنا. باقي الاسئلة ديت هي ما بيجيلكش حاجة شبهها في الامتحان، فانا هسيبها لك تحلها، اللي هو السؤال رقم 8 و9 و10، تمام. هسيبهم لك تحلهم. جميل. بس عايز اركز معاك، بس بص السؤال ده عايز اركز معاك فيه، اللي هو ما المقصود بالحركه البراونيه. فاكر العالم روبرت براون عمل لي ان هو لقى ان لما شويه تراب وقعوا فوق الميه بيتحركوا حركه عشوائيه، تمام. يبقى حركه الجزيئات المائع حركه عشوائيه في جزيئات مائع اخر، تمام. باقي الاسئله دي هسيبها لك تحلها، ولو في حاجه وقفت معاك فيها ابعتها لي بس انت على جروب الفيسبوك، وما تقلقش من حاجه. الجزء الثاني بتاع الدرس هو النموذج الجسيمي للمادة وحالة البلازما، تمام. يلا بينا هنبدأ برضو من الأول خالص تاني. يلا بينا. تخير الإجابة الصحيحة لكل عبارة من العبارات التالية. هنبدأ بالاختيارات. تتحرك جسيمات المادة نقط حركة اهتزازية في موضعها. قال لي بص بقى معلم، عندي الحركات بتاعة المواد، عندي الحركة نقط بتتهتز حركة بسيطة في موضعها. قال لي المواد
الصلبة. يبقى الإجابة رقم ألف. رقم 2، أي مما يلي لا يعد من خصائص جسيمات المادة. أي مما يلي لا يعد من خصائص جسيمات المادة. لا يمكن رؤيتها بالمعين المجردة، ده أول فرض من الست فروض. طب في حالة سكون دائمة، لا الإجابة دي غلط، هي خلاص بانت الإجابة ديت ما تنفعش. تمام. طيب تعال نكمل. يوجد بينها قوة تجاذب، تمام. طيب يوجد بينها مسافات بينية، يوجد بينها مسافات بينية. يبقى مين الوحيدة اللي مختلفة؟ رقم ب. رقم 3، تختزن جزيئات المادة طاقة نقط بسبب قوة تجاذب بينها. قال لي تختزن طاقة وضع بسبب قوة تجاذب. خش على اللي بعد كده. رقم 4، معظم المادة الموجودة في الفضاء الخارجي توجد في حالة قلنا اسمها حالة البلازما. رقم 5، قابلية الغازات للانضغاط تعود إلى إيه؟ بص، المسافات الواسعة بين الجسيمات، الكلام ده صح؟ تنفع. طيب صغر حجم الجسيمات؟ لأ. الوزن الكبير للجسيمات؟ لأ. كثافة الجسيمات المرتفعة؟ برضو لا. يبقى الوحيدة اللي تنفع رقم ب. الوحيدة اللي تنفع رقم ب. خلاص. رقم 6، السوائل لها قدرة على الانسياب وتأخذ شكل الإناء اللي هي محطوطة فيه. ليه؟ بسبب ايه؟ قال لي قابليتها للانضغاط؟ لا. قوة تجاذب قوية؟ لا. قوة تجاذب ضعيفة نسبيا؟ ممكن. عدم وجود فراغات؟ لا. يبقى الإجابة اللي تنفع الإجابة رقم ج. الإجابة رقم ج. رقم 7، إذا كانت جسيمات مادة معينة تتحرك بسرعة كبيرة جدا وترتبط جسيمتها بقوة صغيرة جدا فإننا نصفها بأنها، بص، جسيمات تتحرك بسرعة كبيرة جدا، تمام، والجسيمات بتاعتها بترتبط بقوة صغيرة جدا. ما عنديش حاجة غير هي الحالة الغازية. الحالة الغازية. قوة تجاذب بين جزيئات نقط أكبر ما يمكن. قوة تجاذب بين جزيئات نقط، قوة تجاذب يبقى عايز مادة صلبة. الزئبق لا. النحاس تنفع. الزيت تنفع. الأكسجين الزيت ما تنفعش. الأكسجين ما تنفعش. يبقى الحاجة الوحيدة اللي تنفع هي النحاس. رقم 9، في ضوء نظرية الجسيمات اللي هم الست فروض، يدل انتشار الدخان في الهواء على قوة ترابط، ثبات الشكل، الحركة العشوائية، الانضغاط. قال لي بص، هو الهواء ده مش غاز، يبقى الحاجة الوحيدة اللي تنفع الحركة العشوائية. رقم 10، أي مما يلي لا يعد مثالا على المادة في حالة البلازما. البرق قلنا ينفع حالة بلازما. الشمس لسه هنشوف. مكعب التلج لا، ده المكعب التلج ده حالة صلبة. يبقى الإجابة رقم ج. رقم 11، أي مما يلي يعبر عن خصائص جسيمات المادة في الشكل المقابل. قوة تجاذب قوية، ده المنظر اللي قدامك دوت. قوة تجاذب فيه قوية؟ لا. غير قابلة للانتشار، مادة سائلة. ديت بالشكل بتاعها مادة سائلة. بالشكل بتاعها مادة سائلة، تمام، عشان هي ولا بعيدة قوي ولا ماسكة في بعض قوي، تمام. لا يوجد مسافات بينية، هنقول لا توجد مسافات بينية. لا غلط، هو في مسافات بينية. طيب تتحرك حركة عشوائية، هل المادة ديت بتتحرك حركة عشوائية وسريعة؟ لا. يبقى هي الإجابة دي الوحيدة اللي ما بتعبرش عن الحالة اللي قدامنا دي. خلاص. طيب، او دي حاجة الوحيدة اللي بتعبر عن الحالة اللي قدامنا دي. خلاص. رقم 12، قوة تجاذب بين جسيمات الشمع قبل انصهاره نقط بعد انصهاره. قال لي قوة تجاذب بين انصهاره، والشمع ده كان مادة صلبة، بعد الانصهار حولته المادة يعتبر سائلة، تمام، او يعتبر مادة سائلة، فهي اصبح ان قوة التجاذب في الحالة الاولى اكبر من الحالة الثانية، تمام. رقم 13، الشكل المقابل يعبر عن جسيمات مادة. الشكل دوت بيعبر عن مادة ايه؟ مادة صلبة. مادة صلبة. خلاص، معلش الخط بقى عشان مش عارف اكتب على اللابتوب. فالشكل المقابل يعبر عن جسيمات مادة صلبة. هي ديت صلبة، الشكل اللي قدامنا ده صلب. طيب قابلة للانضغاط؟ لا. تهتز حول موضعها؟ صح. قابلة للانسياب؟ لا. قوة تجاذب ضعيفة؟ لا. يبقى الإجابة الصحيحة هي الإجابة رقم ب. اتفقنا؟ خش على السؤال اللي بعد كده. بيقول لي المادة في الشكل المقابل تمثل، بص الشكل اللي قدامنا دوت، بص لو دققت النظر فيه هتلاقي ان في ايونات موجبة والكترونات سالبة، فالحالة الوحيدة اللي فيها الكلام ده هي حالة البلازما. خش بعد كده على الأكمل، اكتبه برضو معايا علشان مش هعرف اكتب لحضرتك. تتكون المادة من وحدات صغيرة جدا تسمى الجسيمات أو الجزيئات. تسمى الجسيمات أو الجزيئات. اتفقنا؟ اتفقنا. جسيمات المادة الواحدة نقط ولكنها من مادة لأخرى. قال لي جسيمات المادة الواحدة متماثلة
مالها متماثلة أو متشابهة، ولكنها تختلف من مادة لأخرى. جسيمات المادة في حالة نقط مستمرة ويوجد بينها فراغات تسمى. طيب رقم 3 دي جسيمات المادة في حالة حركة مستمرة ويوجد بينها مسافات، المسافات ديت أو الفراغات دي سميتها بالمسافات البينية، المسافات البينية. رقم 4 قوة تجاذب بين جزيئات المادة نقط قوية بينما قوة التجاذب بين جزيئات المادة نقط ضعيفة. طبعا اللي جواها قوة تجاذب قوية هي المادة الصلبة، واللي جواها ضعيفة هي المادة الغازية. رقم 5 عندما تتأين الغازات تتحول إلى أيونات موجبة، تمام، وموجبة الشحنة وإلكترونات سالبة الشحنة، وتعرف هذه الحالة بحالة البلازما. رقم 6 المسافات البينية بين جزيئات المادة نقط أكبر ما يمكن، بينما المسافات البينية بين جزيئات المادة نقط أصغر ما يمكن. طيب رقم 6 هتعكس ازاي؟ قال لي ان جزيئات او المسافات البينية بين جزيئات المادة الغازية أكبر ما يمكن، بينما بين المادة الصلبة أصغر ما يمكن. حركة جزيئات المادة نقط اهتزازية في موضعها، اللي بتهتز في موضعها عرفنا ان هي المادة الصلبة، بينما حركة جزيئات المادة نقط عشوائية في جميع الاتجاهات، دي المادة الغازية. رقم 8 قوة تجاذب بين جسيمات الماء نقط والمسافات البينية نقط. طيب المادة دي مادة سائلة، مش المية دي مادة سائلة؟ طب قوة التجاذب بينها مالها؟ قوة التجاذب بينها مالها؟ ضعيفة نسبيا، قوة التجاذب ضعيفة نسبيا، والمسافات البينية متوسطة، السؤال رقم 9 المسافات البينية بين جسيمات الزيت نقط المسافات البينية بين جسيمات التلج. طيب الزيت ده مادة سائلة والتلج مادة صلبة. طيب المادة الصلبة المسافات البينية صغيرة جدا، يبقى في الزيت أكبر من المسافات البينية في التلج. تمام، نخش على اللي بعد كده، ضع علامة صح أو علامة خطأ. رقم 1 تتحرك جسيمات المادة الغازية حركة اهتزازية. هل الغازية؟ لا، الإجابة غلط. ليه؟ لأن ديت الحركة بتاعة الجسيمات أو المادة الصلبة. رقم 2 المواد السائلة لها شكل وحجم محددان لزيادة قوة التجاذب بين جسيماتها. السؤال ده صح ولا غلط من رأيك؟ لا طبعا غلط. ليه؟ لأن هي المادة السائلة شكلها وحجمها بيتغيروا، الحجم ممكن يكون ثابت أما الشكل بيتغير. طيب رقم 3 يمكن ضغط الغازات بسهولة لكبر المسافات البينية بين جسيماتها. الإجابة صح. لا تؤثر حالة المادة على المسافات البينية وقوة التجاذب بين الجسيمات. هل الكلام ده صح؟ الكلام ده غلط طبعا، لأنها بتأثر. تمام. قوة التجاذب بين جسيمات الأكسجين أكبر من قوة التجاذب بين جسيمات الزئبق. الأكسجين ده مادة سائلة الأكسجين مادة غازية والزئبق مادة سائلة. يبقى هل المسافات البينية في الأكسجين أكبر؟ طبعا أكبر، لأن المادة السائلة ما بينها مسافات بينية أو قوة تجاذب. نخش على السؤال رقم 5 بيقول لي قوة تجاذب بين جسيمات الأكسجين أكبر من قوة تجاذب بين جسيمات الزئبق. طيب تعالى واحدة واحدة. الأكسجين ده مادة غازية والزئبق مادة سائلة، هل قوة التجاذب في المادة الغازية كبيرة؟ لا طبعا، يبقى الإجابة هنا غلط لأنها أصغر منها. رقم 6 توجد علاقة طردية بين قوة التجاذب والمسافات البينية. توجد علاقة طردية بين قوة التجاذب والمسافات البينية. طبعا غلط، دي علاقة عكسية، لأن قوة التجاذب لما بتزيد المسافات البينية مالها بتقل، والعكس صحيح. رقم 7 توصل المادة الكهرباء بصورة ضعيفة في حالة البلازما. الإجابة طبعا غلط، هي بتوصل بصورة مش ضعيفة، بتوصل بصورة كبيرة. تمام، زي البرق عندنا. جميع الجسيمات جزيئات أحادية الذرة، يعني عندي الجسيمات اللي عندي كلها أحادية الذرة فيها ذرة واحدة. لا طبعا الكلام ده غلط، ده أنا عندي مركبات كيميائية كبيرة بتتكون من كذا ذرة مع بعض. تمام. طيب خش على السؤال اللي بعديه. اكتب بقى المصطلح العلمي. وحدات صغيرة جدا تكون المادة ولا يمكن رؤيتها بالعين المجردة، دي بسميها الجسيمات أو الجزيئات. رقم 2 الفراغات الموجودة بين جسيمات المادة سميتها باسم المسافات البينية. قوة تربط بين جسيمات المادة الواحدة اسمها قوة التجاذب. رقم 4 الحالة الرابعة من حالات المادة، خلاص مش هكمل، هي حالة البلازما أنا عرفتها.
رقم 5 حركة جسيمات الغبار وحبوب اللقاح بشكل عشوائي في جميع الاتجاهات. دي لو تفتكر سميتها بالحركة البراونية نسبة إلى العالم روبرت براون. خش على رقم 5 بيقول لي علل لما يأتي، عايز السبب. للمواد الصلبة شكل وحجم محددين. أول ما يكلمني عن الحاجات دي هكلمه بقى عن قوة تجاذب ومسافات بينية. للمواد الصلبة شكل وحجم محددين، يبقى هقول له أول حاجة لأن المادة الصلبة قوة التجاذب بينها قوية جدا، فالمسافات البينية صغيرة جدا، فأصبح إن دوت خلاها غير قابلة للانسياب فالشكل ثابت، وغير قابلة للانضغاط فبرضه الحجم ثابت. رقم 2 قدرة السوائل على الانسياب وأخذ شكل الإناء الحيوي لها. طيب تعال نمشي نفس الموضوع. لأن المادة السائلة قوة التجاذب بينها ضعيفة نسبيا أو متوسطة، والمسافات البينية مش كبيرة أوي ولا صغيرة أوي، متوسطة برضو. تمام. فقدرتها على الانسياب ده ليه؟ بسبب إن هي عندها مسافات بينية شوية وعندها وعندها قوة تجاذب شوية. خلاص، فطالما عندها الاتنين فهي لها قدرة على الانسياب وبتاخد شكل الإناء، فشكلها يقدر إن هو يتغير من إناء إلى آخر. رقم 3 ذوبان كمية من ملح الطعام عند وضعه في كأس به ماء. طيب ملح الطعام ده مادة صلبة والمية مادة سائلة، فأنا لما باجي أحط الملح في المية بيدوب ما بلاقيهوش. ليه؟ قال لي لأن المية ديت مادة سائلة عندها مسافات بينية متوسطة، فجزيئات الملح هتخش تقعد في ما بين المسافات البينية. أنا عندي مسافة بينية كده وكده أهو، تمام، كده وكده، في اهو بص مسافه في النص، صح؟ فجزيئات الملح بقى كل جزيء ملح هيخش ما بين اتنين ويقعد وسطهم، فبالتالي هو بيدوب. رقم 4 للغازات قابليه للانضغاط. هنعيد الموضوع تاني. هنقول لان الغازات قوه الترابط بينها ضعيفه جدا، فالمسافات البينيه كبيره جدا، فلما اجي اضغطها فهي على قابله للانضغاط وحجمها بيتغير. تأخذ المواد الغازية شكل وحجم الإناء الذي تودع فيه. ليه؟ نفس الكلام، لأن المسافات البينية تمام صغيرة، المسافة البينية كبيرة جدا، وقوة الترابط صغيرة جدا، فأصبح إن هي ليها قابلية للانسياب. رقم 6 يصعب تفتيت او كسر قطعه من الصخر. طبعا يعتبر نفس السؤال الاولاني، تمام، لان الصخر ده ماده صلبه، فقوه الترابط او قوه التجاذب ما بينها كبيره جدا، تمام، فهتصبح ان هي صعب ان انا اكسرها. تستخدم حاله البلازما في انظمه تكييف الهواء. ليه؟ قال لي انا بستخدم حاله البلازما دي بحطها في تكييف الهواء، تمام، علشان هي بتاخد الهواء اللي فيه تلوثات او فيه مواد مسممه او ملوثه وبتطلع لي الهواء بشكل نقي، فاقدر ان انا احسن من جوده الهواء اللي انا بتنفسه. رقم 8 تنتشر الغازات اسرع من السوائل والمواد الصلبه. ليه؟ قال لي لان الغازات تنتشر بسبب ان هي عندها مسافات بينيه كبيره، تمام، وبتتحرك حركه عشوائيه، فطاقه حركتها كبيره اكبر من طاقه حركه السوائل والصلب. يكون انتشار دقائق الماده بطيء في الحاله الصلبه. ليه؟ لان انا عندي الماده الصلبه قوه الترابط ما بينها كبيره جدا والمسافات البينيه صغيره جدا، ما فيش اصلا يعتبر ما بينها مسافات بينيه، فعشان كده تعتبر الانتشار بتاعها مش كبير قوي، ما بتقدرش تنتشر، تمام. رقم 6 ما النتائج المترتبة على اختلاف قوة الترابط بين الجزيئات؟ لما انا عندي هنا قوة الترابط بتختلف وهنا بتختلف وهنا بتختلف، يبقى هيختلف انواع وخواص المادة. عشان كده انا انقسمت عندي المادة ل3 انواع: مادة صلبة، مادة سائلة، ومادة غازية. 2 كبر المسافات البينية بين جسيمات الغاز. كبر المسافات البينية دي ادى ان هي ليها قابلية للانضغاط والسرعة بتاعتها تتحرك بسرعة كبيرة جدا، يعني ليها قابلية للانضغاط والانتشار. رقم 3 محاولة تكسير قطعة من الصخر. ايه اللي هيحصل؟ هحس ان هي صعبة، تمام، مش هتتفتت بسهولة بسبب قوة تجاذب ان هي كبيرة والمسافات البينية صغيرة. بص كل الاسئلة بتدور حوالين نفس الفكرة، فانت لو فاهم هتعرف تحل. 4 امرار الغازات خلال مجال كهربي كبير. قال لي الغازات ديت طالما حطيتها جوه مجال كهربي هتتحول لي لايونات موجبه والكترونات سالبه، وطالما عندي الكترونات سالبه وايونات موجبه يبقى هتتكون لي الحاله الرابعه وهي حاله البلازما.
رقم 5 زيادة المسافات البينية بين الجسيمات بالنسبة لقوة التجاذب. قال لي طبعا تقل قوة التجاذب لأن بينهم علاقة عكسية، الاتنين عكس بعض. طيب تعالى نخش على السؤال رقم 7. بيقول لي قارن بين المواد الصلبة والمواد الغازية من حيث المسافات البينية وقوة التجاذب. تعالى نمسك واحدة واحدة. المادة الصلبة المسافات البينية بتاعتها صغيرة، فقوة التجاذب هتبقى كبيرة، ما أنا قلت لك علاقة عكسية. المواد الغازية المسافات البينية كبيرة جدا وقوة التجاذب تبقى صغيرة. ليه؟ لأن بينهم علاقة، قلت لك علاقة عكسية. التلج والمية وبخار الماء من حيث الحالة الفيزيائية وحركة الجسيمات. طيب دول 3 مواد: تلج، مية، بخار ماء. التلج صلب، الماء سائل، بخار الماء غاز. يبقى التلج تمام، الحالة الفيزيائية قلناها. حركة الجسيمات بتاعتها، قال لي حركة الجسيمات هتتحرك فين؟ في موضعها. هتتحرك فين؟ في موضعها. أما المية حركة بتاعتها هتكون بحرية شوية، هتتحرك بحرية شوية. أما بخار الماء المادة الغازية هتتحرك حركة عشوائية في جميع الاتجاهات. طبعا ما المقصود يعتبر زي اللي احنا حليناه فوق. اكتب المصطلح، هسيبهم لك الأسئلة ديت، اللي هو السؤال رقم 8 تمام، والسؤال رقم 9 هتحلهم انت، ولو في حاجة وقفت معاك فيهم برضه هتبعتهم لي على جروب الفيس. تمام كده ابقى خلصت معاك حل أسئلة كتاب الأضواء في الدرس الأول بتاعنا بتاع حالات المادة وتغير حالات المادة. اتفقنا يا بطل؟ عايزك بالله عليك تركز معايا قوي، تركز معايا قوي، تركز معايا قوي وتلتزم. تمام، طالما التزمت معايا فوالله العظيم مش هتندم، وهبص هديك عناية. كل اللي انت محتاجه هتلاقيه موجود، وهتلاقيني زي ما قلت لك في الحصه هتلاقيني موجود معاك في كل حته على صفحه الفيس، وعندك جروب تليجرام ارجو ان انت تنضم عليه عشان ده انا ببلغك بيه باي حاجه، وعندك برضو صفحه الفيس، وعندك اليوتيوب، قناه اليوتيوب اللي انا بنزل لك عليها الحاجات ديت انا بجاوبك عليها بنفسي. فكل حاجه متاحه معاك يا جدع. هتلاقيني عندك طالع لك على التيك توك، طول ما انت قاعد بتسكرول هتلاقيني طالع لك على التيك توك. خلاص، عشان عارفك ايه بتحب تضيع وقت عليه، فهتلاقيني معاك في كل حاجه. ارجو من حضرتك ان انت تلتزم، والله لو التزمت معايا ومشيت بالنظام اللي انا بقوله لك تمام، والله العظيم والله العظيم والله العظيم هتقفل الماده ومش تبقى محتاج فيها ان انت تاخد حتى درس خارجي، لان انا بذاكر معاك وبقدم لك كل حاجه. خلاص يا بطل، ارجو ان انا ما اكونش طولت عليك ويكون الاسئله دي فادتك وجمعت شويه من الدرس، وارجو ان انت تذاكر وتركز في الماده بالله عليك. واشوفكم على خير الحصه الجايه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.